بتاعتنا كده، طماطمك حمرا تسبك على الروقان كده وعلى هادي. طماطم مش حمرا حطي معلقتين بابريكا تظبط لك اللون. شويه خضره كده بقى تخرطيهم وتستمتعي بصوت التخريط الجميل وانت قاعده كده جنب باب البلكونه. هتطبخي جنب باب البلكونه؟ لا انا يعني ايه، انا بعد اشرب شاي فقلت اعمل شويه حاجات تاني وانا قاعده كده في الروقان وفي الهدوء. قبل ايه يعني، انا ممكن اكون مخلطه الخضره دي قبل ما اعمل المحشي 3 4 ساعات، بس بالراحه كده. قلت ادخل اعمل شويه الملوخيه واركنها. عملنا بقى شويه الملوخيه الخضراء بتاعتنا ما شاء الله الجميله. استغلوا يا بنات، الملوخيه الخضراء قربت تخلص والله. الواحد في الشتاء، بس الحمد لله في الشتاء في خضار تاني برضو حلو وربنا بيرزقنا بيه. انا بحب التفريزات بس مش لدرجه زي الناس اللي بتفرز كل حاجه، يعني ممكن كيسين 3 من الحاجه وخلاص. ربنا هيبعت لي في موسم التاني خضار تاني، فجسمنا سبحان الله بيستفاد من كل حاجه. بص ملوخيه، صلوا بينا كده على النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه تحفه. ولا بقى قصر الكبابجي ولا مش عارفه الحاتي ولا مين، احنا ملوخيتنا بتتحدث عن نفسها ما شاء الله اللهم بارك. البطوطه بقى بتاعتنا كده، جايبه دكر البط ده من البلد اول مره، لا تاني مره اشتري بط، بس المره دي تعتبر اول مره اشتريه لوحدي خالص. اتخزوقت فيه. هو حلو ما شاء الله وبلدي وجميل، بس كان مليان جذور. عايزه اقول لكم قعدت يجي ساعتين 3 انضف فيه في الجذور اللي فيه دي لما تعبت. ان شاء الله المره الجايه هاخد بالي ان مبقاش فيه جذور، وان شاء الله هكتسب الخبره باذن الله. طبعا ماما هنا الله يبارك فيها يا رب، بارك لنا في عمرها، اشترت لي هي الكرنب الصبح. انا كنت هشتري كرنب امبارح بس كان عندي زياره للمستشفى مع ايمي. رحنا الزياره ورجعنا. الاول كنت في المستشفى بجيب علاج لبابا، ورجعت على ميعاد خروج المدرسه عند ايمي، خدتها ورحنا المستشفى. رجعنا المستشفى الساعه 3، فعايزه اقول لكم من 6 ونص الصبح لحد الساعه 3 العصر وانا بره البيت. فما قدرتش اروح اجيب. ماما قالت لي روح بتوع الكرنب لسه قاعدين، قلت لها انا مش قادره اتحرك. قلت خلاص انا هعمل باميه ولا ملوخيه ولا اي حاجه جنب المحشي، جنب قصدي البطايه وخلاص، وابقى بكره ابقى اجيب كرنبايه واعملها يوم السبت. لقيت بتاع الكرنب سبحان الله، شوفوا الواحد ونيته، بتاع الكرنب يعدي من تحت البيت والبلد يا كرنب. ماما طلعت اشترت ما شاء الله منه كرنب لينا وليها. ولقيتها بتتصل عليا اختي وتقول لي ماما جابت كرنب وسلقته ومجهزهولك. هنا بقى معلش النور كان حطينا الاكل في حته اللمبه باظت فصورت على الكشاف، فسامحوني في الاضاءه دي. ما شاء الله بقى طعم الاكل كان اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحفه تحفه تحفه. البطوطه كده سلقناها واحنا حشينا شويه رز كده بالكبد والقوانص، حمرناها في حته سمنه بلدي، كانت في منتهى الجمال. افوتكم بعافيه كده ان شاء الله. تشوفوا صلوا على النبي وتحطوا لايك وتقولوا كومنت كده جميل زي